السلام عليكم حبايبي. أحلى حاجة في سحور رمضان القرص الطرية بتاعت الأفران، وما بتبقاش موجودة غير في رمضان. تعالوا كده نعمل القرص الطرية اللي بنجيبها في رمضان على السحور ونطلعها بالظبط زي الجاهزة وأجمل كمان. شايفين الجمال؟ سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منكم مكونات خالص. تعالوا كده نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. مكونات بسيطة جدا وموجودة عندك في البيت، ونقول بسم الله. أول حاجة هنزل بكوباية من المية الدافية، وبعد كده هنزل عليها بتلات معالق كبار من السكر وباكت من الخميرة الفورية. هخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما اتأكد ان السكر ده حلو قوي في المية والخميرة. بعد كده هنزل بربع كوباية من الزيت وهخلطها حلو مع باقي السوائل لحد ما يختلطوا تماما مع بعض. وطبعا أثناء الخلط بنلاقي إن السكر ده كويس مع السوائل. بعد كده هنزل بنص معلقة صغيرة من الملح وهخلطها، وهبدأ أنزل بقى بالمواد الجافة واحدة واحدة. الدقيق معايا قد ايه؟ دقيق معايا نص كيلو من الدقيق. هنزل بيه كده مرة واحدة على الخليط، وهبدأ أعجن وأخلط كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. ممكن يحتاج معاكي كمان يعني تقريبا كده معلقتين كبار أو 3 معالق كبار من المية. طبعا انا بعجنها بلمها، لقيتها محتاجة شوية مية، فنزلت تقريبا بربع كوباية واقل كمان وبدأت اعجنها. طبعا عجينة القرص دي بتكون طرية شوية وبتلزق فيها تلزيقة خفيفة جدا علشان تبقى القرص معاكي طرية وحلوة. لميتها هنا، لو تلاحظوا ان انا لسه ايديا فيها تلزيقة من العجين، حطيت معلقة من الزيت وبدأت اكمل عجن بيها على الرخامة بقى. واعجنيها حلو قوي، يعني تعجني وريحي شوية وارجعي عجنيها تاني وريحي شوية لحد ما تلاقي العجينة نعمت معاكي وما بقاش فيها اي مطبات، يعني ناعمة كده زي ما انتوا شايفين. شايفين؟ حطيتها بقى في البولة وسبتها تخمر، واول ما خمرت معايا بدأت في تشكيلها لكور على قد ما انا عايزة حجم القرصة. انا عملت الحجم اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، وده الحجم اللي بيبقى موجود في الافران. عمل معايا 9 قرص. ببدأ بقى اعملها رول كده وبقطعها. عملت معايا 9 قرص، وطبعا لو في قطعة صغيرة بتكمليها، لو فيها واحدة كبيرة شوية بتبدأي تشكليها كلها وتحطيها في صينية وتغطيها تريح شوية معاكي. طبعا بتعمليها كده زي الصورة في ايديكي، وعلى الرخامة تبدأي تشكليها دايرة وتسيبيها على جنب. هتخلصي الكمية كلها بالطريقة دي وتحطيها في صينية هكون دهناها دهنة زيت خفيفة قوي واحطها عليها. برصهم كده وبسيب مسافة بسيطة جدا ما بين كل واحدة والتانية، وهغطيها بقى عشان تريح، علشان تبقى سهلة في الفرد معايا. زي ما انتوا شايفين حجمهم هيزيد عن كده لما اسيبهم لمدة ربع ساعة كمان يريحوا. شايفين شكلهم زاد ازاي والعجينة ناعمة قوي وحلوة ازاي. هجيب بقى شوية زيت كده في بولة وهبدأ ادهن الرخامة، واخد قطعة قطعة او قرصة قرصة، وهبدأ افردها كده على الرخامة بايديا. يعني لا هحتاج نشابة ولا اي حاجة افرد بيها، وهبدأ في صينية هرصهم واسيب مسافات ما بين كل واحدة والتانية لان حجمها هيزيد كمان شوية. طبعا الصينية مش هتنها اي حاجة خالص، انا بفرد كده بالزيت. كل واحدة بدهن دهنة زيت خفيفة وببدأ افردها، بتتفرد معاكي بكل سهولة. طبعا ما خدش الموضوع معايا حاجة خالص في الفرد، كانوا كلهم مفرودين بالطريقة ديت. وببدأ بقى بعد ما اخلص الكمية كلها اضغط عليهم ضغطة خفيفة كده، بظبطهم في الصواني وبسيبهم يخمروا معايا. وطبعا حسب الجو اللي احنا فيه، لو في الحر مش هتاخد نص ساعة، لو في الشتاء ممكن تاخد ساعة ونص او ساعتين. شايفين هنا حجمهم زاد معايا كده. بدخل بقى الفرن على الشبكة في النص، درجة حرارة فوق المتوسطة. اول ما تاخد اللون الجميل ده هطلعها وهغطيها علشان طبعا البخار هيطريها اكتر معاكي.
حبايبي جربوا طريقة القرص الطرية زي قرص الأفران بالظبط كده، هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.